وصف بالمصور الغامض للملك بحسب ما نقلته تقارير صحفية. في السابق أعلن عن غلق كل الصفحات بسبب تهديدات. مساء الخير، مساء النور، مساء كل شيء حلو، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم موضوع جديد اللي هو غنهضروا من هو الناشط المغربي سفيان البحري وما سبب وفاته. بزاف الناس كثرت الهضره وكيقولوا الاسباب ديال الوفاه ديالو. دابا غادي نقول لكم شنو سبب الوفاه ديالو. قال موقع هسبريس المغربي من مصادر خاصة أن الناشط الإلكتروني سفيان البحري المشهور بإدارة صفحة محبي الملك محمد السادس على الفيسبوك قد فارق الحياة اليوم الاثنين اللي هو البارح عند الساعة 6 صباحا بمنزل عائلته في مدينة سلا، وذلك إثر عارض صحي مفاجئ. يعني كان في الدار ديالو وكيقولوا راه كان مريض وكان وقع ليه شي مشكل قبل سنوات، دخل الحبس شحال مره، وكاينين بزاف الحوايج قالوا عليه اللي صراحه ما نقدروش نقولوا واش بصح ولا ماشي بصح. هذوك الحوايج كيبقاو يقدروا يكونوا اشاعات. المهم بزاف ديال المشاكل وقعوا ليه، ومن بعد فاش دخل الحبس من ابخي دخل الحبس يعني مرض السيد، مرض وكان في السبيطار الغازي، دونك يعني كانت عنده مشاكل صحية. المهم من هو الناشط المغربي سفيان البحري وما سبب وفاته؟ وبحسب المعلومات فقد تم نقل البحري إلى المستشفى على وجه السرعة بعد تدهور حالته الصحية، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح وقد توفي بعد ذلك. ويوقع لي مشكل صحي في الدار ديالو من بعد داوه المستشفى. هادشي على هسبريس اللي قالت هذا الخبر هذا. ويعتبر البحري من الأسماء المعروفة على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، كما اشتهر بنشر صور حصرية للملك محمد السادس في مناسبات غير رسمية، ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة. الله يرحمه راه كان معروف عالميا، وفي كل دول الوطن العربي كانوا عارفين، كانوا صراحة عنده صور حصرية للملك محمد السادس. يعد سفيان البحري من الأوائل الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الجوانب الشخصية والإنسانية للملك المغربي وأسرته. البحري ظل لسنوات ينشر بشكل غير رسمي العديد من الصور والفيديوهات الحصرية للملك محمد السادس وأفراد العائلة الملكية. هادشي اللي تقال عليه. دونك هادشي يعني الحاجة اللي خصنا نعرفو. وكاينين شي اخبار اخرين كيتقالوا على اسباب الوفاه ديالو، على المشاكل اللي وقعوا ليه. بزاف ديال المشاكل وقعوا ليه ودخل الحبس شحال مره، ولكن انا متاكده دخل الحبس مره واحده، قريت عليه دخل الحبس مره واحده، وقالوا راه دخل الحبس مره تانية باسباب تانية. دونك ما غاديش نبقاو نقولوا شي اخبار وحنا ما متاكدينش منهم. يعني خص العائله ديالو هي اللي تاكد الاخبار. المهم ما غاديش نديروا بحث كبير. السيد مات الله يرحمه، متعاديه صراحه. ومرض الاكتئاب، راه كان مريض بالاكتئاب وكان في السبيطار. ومرض الاكتئاب راه كيقيس كاع الاعضاء ديال الجسم ديالنا. راه مرض الاكتئاب راه شي حاجه صعيبه بزاف، لانه النفسيه هي اللي كتدمر الجسم، وملي كتكون النفسيه مدمره راه الجسم كيتدمر. راه الحزن كيقتل، ما بالك بالاكتئاب لواحد السنوات طويله. دونك الله يرحمه. في هذا النهار هذا وصلنا لنهايه الفيديو. اللي ما دايرش ابوني ديروا ليا ابوني، ديروا ليا جيم والتعاليق، وشوفوا القناه ديالي راه كنحط فيديوهات على الهجره. باقي ما حطيتش فيديوهات جديده على الهجره، وكندير اللايفات ديال الزواج. نتمنى تدخلوا القناه ديالي وتساراو فيها شويه. خليكم على خير ونتلاقاو في فيديو جديد. مع السلامه.